إيه هي العلامات التحذيرية للسرطان؟ أو إيه لمّا تشوف شكلك باين عليه كده تقول أنا ممكن يكون عندي سرطان لا قدّر الله، ليه علامات تحذيرية لازم ناخد بالنا منها وربنا يعافينا كلنا. أول حاجة تغيُّر في عادات التبول أو التبرُّز، لا قدّر الله في براز مسحوب بدم، في بول مسحوب بدم، هو ممكن ما يكونش سرطان طبعًا لا قدّر الله ممكن يكون حاجات تانية، بس بتقول لك لازم تروح تكشف. ظهور كُتلة في الثدي، كُتلة في أي جزء من أجزاء الجسم، ظهور وجع مثلًا في صداع، وجع في الدماغ، كل الحاجات دي بتقول إن أنت عندك سرطان لا قدّر الله. ظهور شامة في الجسم ما كانتش موجودة، اللي هي شبه الوحمة كده ما كانتش موجودة في الجسم، تُقف تشوف شكلك بيتغيّر، حاسس بإرهاق، حاسس بتعب، وزنك بيقل، وزنك بيزيد، أي اختلاف في شكل من أشكال الجسم ده بيقول لك إن دي علامات تحذيرية لازم ناخد بالنا منها. ومش عايزين ننسى إن الاكتشاف المبكر للسرطان لا قدّر الله هو جزء أساسي من العلاج، يعني لو اكتشفت الموضوع مبكر ممكن الموضوع يكتفي بشوية إقراص والموضوع يعدّي على خير من غير بقى لا إشعاع ولا الكلام ده كله ولا العمليات ولا الكلام ده. بس أهم حاجة نكتشف مبكر ونسعى بسرعة ونعمل كشف دوري باستمرار. ولو أنتِ العيلة بتاعتِك أو العيلة بتاعتك عندها تاريخ مرضي بالسرطان من قبل كده، لازم تكشف كل 6 شهور وتشوف دلالات الأورام عندها الدنيا عاملة إزاي، علشان تخلّي بالها على نفسها ونعيشها صح. لو استفدتِ من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو أول مرة تشوفيني على التيك توك تدوسي على الزائد اللي جنب الفيديو خلق قلب لونه أحمر وكمان إعادة نشر.